السلام عليكم ورحمة الله والصلاة على رسول الله. جميع الإخوة والأخوات اللي متبعيني القدام والجداد. مدة طويلة هذه ما بقيت سجلت معكم في القناة لظروفي الخاصة. بالنسبة للمشكل اللي متبعيني ديال مرض بهجت اللي كيسمعوا فيديوهاتي وكيتصنتوا النصائح وكيطلبوا مني نعطيهم شي نصائح بانني انا كنت مريضه. كنت كندير دواء بيولوجي كيف ما العاده وتغير ليا، ما بقاش كيقضي فيا، تغير ليا من نوع لنوع اخر. درت شي 2 حصات من هذاك الدواء الثاني، بقى فيا نفس الالام. الاستاذه انها قررت بانني ندير العمليه لرجلي، حيت المشكل من رجلي، حيت انا عندي اعاقه ملي كنت صغيره. الحمد لله بقيت كندير داك الدواء حتى نزل ليا الالتهاب شي 3 حصات. المهم التحيله ديال سي ار بي هي ديال الالتهاب. وصلت ليا 0.60. صافي ديك الساعه عطاتني الاستاذه الاوكي ديال العمليه تاع رجلي. المهم جبت الوثائق كلهم اللي كتبت ليا هي الطبيبه، عمرت ليا اشنو الطبيب العظم اشنو خصو يدير، جبتهم ليه. المهم كمل المده اللي مطلوبه، خصني 6 اسابيع من مورا الدواء. زدنا عليهم حنايا شويه، ممكن من اكثر من 6 اسابيع، شي تقريبا طلعنا في 3 شهور. عاد قررت دير العمليه حيت الدكتور العظام ما كانش مسالي. عاود طلعوا لي التحاليل في ديك الفتره اللي بقيت كنتسنى، طلعت لي التحليل ديال سي ار بي ل 11.8. هبط لي الخسان ديال الحديد. تخات ليا واحد الصمامه تاع القلب. الحمد لله، يعني الله قادر يحيي العظام وهي رميم، الله هو اللي كيوقف معنا سبحانه وتعالى. الاطباء السبب، الله يجزيهم بخير، ولكن الله هو اللي كيشافينا رغم هاد الصعوبات. دازت عليا وكل الحمد لله، دازت عليا ملي كنمشي للكلينيك ودرت تخطيط وقال لي البناج راه التخطيط خايب. تعصبت وبكيت وقلت يا ربي تسمح لي، اللي فيها الخير كانت العمليه فيها الخير غادي نديرها، ما كانتش ما غاديش نديرها. صليت وطلبت الله والحمد لله. الغد ليه مشيت بكري لطبيب اخر ديال القلب، درت التخطيط ودرت التلفازه في نفس الوقت. هي فاش قال لي الصمامه مرخيه وكيما تخافيش، قال لي غديري العمليه حيت تقريبا مرض بهجت هو اللي قاص لي الصمامه. نتمنى الشفاء ليا وللجميع يا ربي، وكون خير عند الله سبحانه وتعالى. عطاني الوريقات ديالي، مشيت رجعت للكلينيك، شافهم البناج، صافي عطاني الاوكي تاع العمليه. هادشي درتو ثلاثة في شهر 10، وكانت عندي العمليه نهار 4 في شهر 10، يعني الغدي كان عندي العمليه. صافي عطاني الاوكي، جيت جمعت حويجاتي الغد ليه. قال لي الطبيب في الطري مع 10 حبسي الماكله. صافي مشيت، دخلت الكلينيك مع ديك 12. تسنيت تصليت الظهر، بداو الاجراءات، درت المهم الاجراءات ديولي. جاو الممرضات بداو المهم بريباراسيون ديالهم اللي قبل من العمليه، سيروم، ولبسوني حوايجي تاع العمليه. الطبيب كندير معايا 4، ما جات ال5 دخلوني للبلوك. المهم نزلت للبلوك مع ديك ال5 وشي حاجه، صافي تبنجت. العمليه كانت صعيبه على الاطباء، كانت صعيبه بزاف. يعني رجلي كانت بقات لي ضعيفه مني كنت صغيره، لقاو صعوبه، ولكن الحمد لله. تنشكر الدكتور اسامه اصيل، الله يجزيه بخير. هو عندنا هنا في مدينتي، خدام هنا في مدينتنا في فقيه بن صالح، هو من مكناس، لانه واحد الدكتور ونعم الدكتور، الله يجزيه بخير في المعامله في الخدمه الصراحه، ونعم الدكتور يعني، ونعم الاخلاق، جزاه الله خيرا. اللي كانت العمليه ديالي صعيبه بزاف، ولكن الحمد لله قدروا يديروها، ولو كانت صعيبه قدروا يديروها، لان العمليه ديالي كانت غدار في 2007 2008. كان غيدير واحد الكولونيل وتهرب منها، جاتو صعيبه.
وعاوتاني شفت في 2010 2011 في كازا واحد البروفيسور تا هو قال لي صعيبه غتقدري تقطعي رجلك، وفضل الله سبحانه وتعالى الدكتور أسامة أصيل انه قدر يدير هاد العمليه ولو صعيبه وكبيره وخطيره. تخيلوا من الخمسة وشي حاجه وانا في البلوك اللي حتى الجوج ونص عاد خرجوني، ما فقت من البنج وما حسيت حتى للربعه لاروب، ولكن كنت مازال فيا الحريق. غير شفت الساعه وصافي دقوا لي واحد البرحت كنت انني كنغوت، ما فقت حتى 8 الصباح عاد عرفت راه انني الحمد لله درت العمليه. بديت كنحرك رجلي لقيتها كتحرك، صليت ركعتين وحمدت الله وشكرته بزاف بانني درت العمليه وطلعت من العمليه، حيت ما ساهلش تدخل ديري بنج كلي. حمدت الله وشكرته والحمد لله. واخا العمليه كانت كبيره بزاف ومع رجلي كانت رقيقه وهشيشه تهرس ليا الفخذ، المهم الحمد لله داروا لي الجبيره ديالو وركبوا لي البروتيز بي تي اش يعني تبديل الورك. العمليه الحمد لله مزيانه. دابا عطاني غير واحد المده ديال شهر وشي حاجه او شهرين على ما تبرى ليا هذيك الهرسه، عادي يمكن ليا نوقف على رجلي مزيان. دابا كنتمشى بالعكاكز غير واحد شويه هكا من بيت للصالون، ولكن تنرجع لبلاصتي ما خصنيش نفورسي على رجلي. الحمد لله. بديت كنبدل البونسمون، كندير السوان. كيجي عندي السيد مساعد جراح كان معاهم حتى هو في البلوك. الحمد لله قال لي مزيانه الجرحه مزيانه. بديت كنحيد الغراز وعندي رونديفو مع الطبيب ان شاء الله نهار 31 في شهر 10 في الاخر ديال الشهر. نشوفوا الطبيب شنو غادي يقول ونتمناو خير يا ربي، ودعواتكم معايا نوقف على رجلاتي كيف ما كنت ونكمل معاكم النصائح ديال مرض بهجت. وما تقلقوش وما تقنطوش من الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. شوفوا انا منين تا وانا كنعاني برجلي مني كانت عندي 11 شهر، ويلا كتب الله ندير العمليه في هذا السن. الحمد لله. المهم داك حيدنا الالم اللي كان عندنا وحيدنا داك الشيء اللي كان مريض لداخل، والحمد لله على كل حال. ونتمنى ربي يشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو ثاني، وما تنساونيش من دعواتكم وحاولوا تبارطاجيو ليا الفيديو. راه حيت القناه نزلات حيت مابقيتش خدمت عليها رغم المعاناه ورغم الالام وانتم عارفين الاستمراريه مع المرض راه الانسان كيتشغل على شحال ديال الحوايج كيولي ماليها غير في المواعيد ديال الاطباء وتحاليل وانتم عارفين. نتمنىكم تبارطاجيو لي القناه ديالي وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا ومع السلامه.